من استديوهاتنا في 2022 إلى قطر 25. هذا البرنامج الخاص بكأس العالم للناشئين. سعيد جدا أن يكونوا معنا نجوم البرنامج الليلة. بداية أحد أبرز الفنيين بالنسبة لكرة القدم المصرية، سعيد جدا بوجوده معنا في كأس العالم للناشئين مرة أخرى. كابتن محمد وهبة، سعيد جدا بوجودك معنا. احنا اسعد هيك، ربنا يكرمك، رب موفق ان شاء الله. ايضا طبيعي جدا احد ابرز المدربين والفنيين في شمال افريقيا والمغرب، دائما اكون فخور بوجوده معنا على قنوات الكاس الرياضيه. كابتن رشيد طاوسي، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا، واكيد بانه ولفناكم كثير، واظن بانه الحمد لله نكونوا خفاف عليكم ان شاء الله. على كل نشاهد الان القرعه الخاصه بكأس العالم. طبيعي جدا بالنسبه للدور القادم، الارجنتين ستواجه المكسيك، النمسا ستواجه تونس، ايطاليا التشيك، المغرب الولايات المتحده الامريكيه، البرازيل الباراغواي في حوار لاتيني صرف، السنغال اوغندا في حوار افريقي، فنزويلا كوريا الشماليه، المنتخب المصري سيواجه سويسرا، ايرلندا تواجه كندا، اليابان جنوب افريقيا، المانيا تواجه بوركينا فاسو، فرنسا تواجه كولومبيا، زامبيا تواجه مالي، كرواتيا اوزباكستان، كوريا الجنوبية مع انجلترا، والبرتغال في حوار قوي جدا سيواجه المنتخب البلجيكي. شاهدنا القرعة الخاصة بكأس العالم، قرعة قوية على كل المستويات. نبدأ بالمشاركة العربية، نبدأ بالمنتخب المغربي مع كابتن رشيد طاوسي. المنتخب المغربي سيواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد القرعة نسبيا جيدة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية منتخب قوي، ولكن القرعة نسبيا جيدة بالنظر لما شاهدناه في الدور الأول. فصحيح بأن القرعة بالنسبة للمنتخب المغربي مقارنة مع المنتخبات العربية الأخرى، مقارنة بتونس ومصر أرحب. لماذا لهذه الاعتبارات؟ أول شيء، وإحنا دائما نتكلموا على الإنجاز اللي حققه المنتخب أقل من 20 سنة، ولعب مع الولايات المتحدة، ومن قبل لعب مع مباريات ودية. يعني كل ما هذه الفرق تدرسها بشكل جيد كتدخل يعني بواحد النفسية عالية جدا، خصوصا وأنه المنتخب المغربي في هذا الدور الأول لم يظهر بمظهر مشرف، وتأرى في المباراة الأخيرة حتى يمكن يتأهل، ولكن هذا الشيء غيعطيه واحد الدافع نفسي وحافز نفسي كبير جدا حتى هو يمكن يثبت نفسه ويحدو ما حداه أقل من 20 سنة. وأظن بأنه المنتخب المغربي له كل من الإمكانيات بالعناصر ديالو، وأكيد حتى المدرب نبيل باها يعني صحح ما يمكن تصحيحه، ولاحظناه في المباراة الأخيرة، علما بأن ما كانش هناك توازن من بعد خروج بعض اللاعبين. ولو أن الحقيقة مباراة كاليدونيا ليست مقياس. ولكن أنت تعرف أخي هيكل، دائما في هذه البطولات الدور الثاني دائما تمشي يعني أجواء أخرى، خصوصا بخروج المغلوب بدون أشواط إضافية، واكيد لو كان في تعادل يكون ضربات جزاء، ولكن بدون اشواط اضافيه. صحيح، هو في فرق ممكن تلعب على هذه النقطه لانه ما فيش حصص اضافيه بالنسبه للمباريات القادمه. لو انه قلنا القرعه رحيمه مقارنه بمصر وتونس، ولكن هذا لا يمنع ان الولايات المتحده الامريكيه من افضل المنتخبات التي ظهرت بوجه محترم في هذه البطوله، وسنعود لهذا في مباراه اليوم امام تشيكيا، منتخب جيد جدا. نتحدث ايضا عن المنتخب المصري مع كابتن محمد. منتخب مصر يلعب مع سويسرا افضل المنتخبات في هذه البطوله، اظهر وجه محترم جدا. خلينا نقول ان البطوله دي اظهرت كذا منتخب بقدرات عاليه جدا جدا، ومن ضمنهم المنتخب الامريكي. انا اتفرجت عليه باهتمام كبير جدا. النهارده المنتخب الامريكي بيلعب 7 لاعبين من الاساسيين ما بيلعبوش، بيلعب بيتحكم في الجيب بمنتهى السهوله، ما فيش اي فرق بين الاحتياطي والاساسي. في مباراه الامريكا مع المغرب مباراه قويه جدا جدا، لان هم بقى لهم 4 سنين مع المدرب، يعني جيل متاسس، مختارين اللاعبين باعتناء، مهتمين بيهم جدا. لو تتفرج على الفرقه النهارده، فرقه منظمه قويه جدا. احنا قلنا كابتن محمد، قلنا منتخب قوي جدا، ولكن قلنا مقارنه بمصر وتونس جول كيبر بتاعهم هايل، الاثنين ستوبرز اقوياء جدا، عندهم سرعات قدام عاليه جدا، فالماتش قوي. واتمنى طبعا التوفيق للمغرب، ولكن انا بتكلم على المنتخب الامريكي. منتخب سويسرا فرقه محترمه جدا، كسبانه 3 مباريات، ادائها منظم جدا، ودي اللي انا ملاحظها في البطوله دي. احنا بنتكلم على كندا، سويسرا، امريكا،
فرق ما كانتش بنفس المستوى بتاعت اللي بنتكلم عليه، مثلا البرتغال، بلجيكا، الفرق اللي هي باع كبير جدا. ولكن لا تنسى ان سويسرا في هذا الصنف، في هذه الفئه السنيه فريق فازت رائع. بكاس العالم، فازت بكاس العالم. عندها تقاليد في الفئات السنيه. لو سمحت نتكلم على المنتخبات العربيه. المنتخبات العربيه كلها، تونس، المغرب ومصر، ارحم فريق هو المغرب، لانه انا حسب وجهه نظري النمسا وسويسرا اظهروا مستوى اكثر من منتخب امريكا. هايل. احنا اتفقنا ان البطوله دي طلعت لنا فرق ومنتخبات تحس ان الكوره في العالم بتتغير حقيقي. اليابان متغيره تماما. ماتش منتخب مصر مع سويسرا ماتش قوي جدا. اعتقد رب ضارة النافعه. المباراه اللي فاتت ما كناش في يومنا قوي، وما كناش متوفقين في بعض الحاجات، وكان لينا فرص، كان ممكن نتعادل في الشوط الاول، واعتقد الجول كان هدف 100%، لكن الحكم الله يسامحه. مش ده الموضوع، لكن هم جول هدف، ولكن مش ده الموضوع. احنا تعرف التسلل هي حقيقه مكانيه، وقع تشيكه من المساعد من الحكم الرابع حتى تكون الامور واضحه. فقط نوضح للساده المشاهدين، مش متحدثوش بطريقه عاطفيه كابتن محمد، لانه تعرف التسلل في هذه البطوله يقع تشيكه من قبل الحكم الرابع، ويقع تشيكه بصفه اوتوماتيكيه بالفيديو. لا تشيك من الحكم، مطالب الحكم الرابع انه يقوم بتشيكه. المهم هو كده في ظروف معينه في المباراه دي، مش ده موضوعنا، لكن احنا نخرج منه ان الولاد اعتقد ان هم بالنسبه لهم كان هزه جامده جدا. عرفوا ان المباريات قويه، وصلوا المباراه الثالثه هم منهكين جدا، لان هم ودي من ضمن النقط اللي لعبت عليها اليابان اعتقد من وجهه نظري كان من اذكى منتخبات اللي في الادوار الاولانيه اللي عرفت تعمل روتيشن صح. هو على فكره هو ليس تحليل فقط، هو قراءه سريعه الان في القرعه. فأكيد هي ليست قرعه لانها قرعه موجهه بالترتيب، وعلى فكره نفس السيستم سيقع اعتماده في كاس العالم بالولايات المتحده الامريكيه، المكسيك وكندا. يعني لازم نفهم العمليه، لانه الترتيب مهم جدا. الان انك تكمل الاول، لا يعني لازم تكمل الاول وتكون افضل من الاوائل في المجموعات الاخرى. لما تكمل الثالث لازمك تكون افضل من الفرق اللي في المجموعات الاخرى، حتى ممكن تجد قرعه ارحم، مثل ما قال كابتن رشيد من شويه، يقول في منتخبات ارحم من منتخبات اخرى. القرعه دي معموله عشان اللعب الهجومي، لان معنى كده ان كل مباراه بتلعبها هي لها اهداف لازم تحققها، صحيح، وفي نفس الوقت تقلل مشاكلك، في نفس الوقت تاخد بالك من الانذارات وسوء السلوك. فالقرعه لكن في نقطه هامه جدا، في عندنا مجموعه كلها 4 بونت. اعتقد ان ممكن بعدين يحصل مناقشه الموضوع. مش نرجع لها كابتن محمد، مش نرجع لها بعد قليل، مش نرجع لها انا باش نتمم بسرعه لانه ما عادش في وقت. اوكي، علما بانه واخا هذه المنتخبات قويه، ولكن احنا عندنا واحد عزة النفس كعرب بان المنتخبات العربيه من مصر وتونس والمغرب ان شاء الله حيكونوا احسن. نتمنى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ولو انا بالنسبه لي انا الفوز في المباريات ليس بعزة النفس، الفوز في المباريات انك يكون عندك مشروع مهم وتكون الامور جيده. فقط نختم مع المنتخب التونسي، لانه تونس كابتن رشيد سيكون مع النمسا، وايضا مباراه مهمه للمنتخب التونسي مع المنتخب النمساوي، والمنتخب النمساوي مثل سويسرا الحقيقه قدم مردود رائع جدا. انا قلت لك مثل سويسرا، ولكن اللي يعني انا يبقى فيا كثير هو اصابه اللاعب سلامه اللي كان مؤثر جدا. متقاطعه صحيح. على فكره في اقصاء في وسط الميدان اللاعب سيف الله، وفي اصابات اخرى ايضا في المنتخب التونسي، وكابتن محمد قالها يمكن ارهاق بعض الاحيان، اصابات اللي تاثر على بعض الفرق. ولكن اظن بانه في هذه المباريات من هذا الشكل بهذا يعني بدون كما سبق وان ذكرت بدون اشواط اضافيه، اكيد بانه المدربين الحين عملوا قراءه للفرق اللي يلعبوا معها، اكيد هذه القراءه وهذه الدراسه يلعبوا على نقاط قوه ديالهم ويقلوا من نقاط ضعفهم. واظن بان المنتخب التونسي كذلك له كلاعب اسلوب جماعي عنده امكانيات باش يمكن له يسجل. واضح. على كل طولنا شويه، عملنا قراءه في القرعه باعتبار القرعه هي الحدث اليوم، وسنحاول حتى من خلال المباريات كل مره نرجع للقرعه ونرجع للمباريات المنتظره ان شاء الله.